ايه بقى اللي لينوس جاش قدمه في صناعه الغزل والنسيج؟ الفكره الاهم اللي طرحها الكاتب هي فكره التكامل بين قطاعات الغزل والنسيج. الغزل والنسيج، الصباغه، التطريز، كل ما له علاقه بصناعه الغزل والنسيج عمل بينهم تكامل في مصنع واحد، وعمل تدريب للعمال بشكل مستمر، وكان دايما بيتابع الجديد، ودخل عماله مصريه كبيره جدا في المصانع بتاعته، ودخل يعني عمل مؤسسه كبيره جدا بقت كل حد يدخل صناعه الغزل والنسيج بعد كده بيقلدوا بشكل منهجي، يعني اعتبروه منهج بيمشوا عليه. اي حد يخش في الصناعه بتاعه الغزل والنسيج هيمشي عليه. فده كان مؤسس. ومن الحاجات اللي فاجئتني في الكتاب ان انا كنت فاكره احنا هنتكلم عن سويسريين، انجليز، فرنسيين، لقيته بيتكلم عن الشوام، وان الشوام عملوا صناعات كتير في مصر في الوقت ده، وان هم اعتبرهم من الاجانب اللي جم مصر وعمروها بشكل كبير في الفتره دي، نتيجة إن ظروف البلد عندهم ما كانش فيها الحرية اللي تسمح لهم بإن هم ينتجوا ويحققوا طموحهم في الصناعة وفي التجارة وكمان في الثقافة. يحكي الكاتب إزاي إن الشوام جم مصر من فترة طويلة، وإن هم عملوا صحف وعملوا مجلات. ولما قريت موضوع الثقافة والصحف والمجلات اللي بيحكي عنهم الكاتب، افتكرت توفيق الحكيم كتاب سيرته الذاتية. حكى إزاي إن هو جات له فترة كان بيقرأ فيها أدب مترجم، وكان أكتر أدب مترجم بيعجبه المسرحيات اللي مترجمها الشوام. بيقول ان ترجمه الشوام في الوقت ده كانت مميزه جدا، وكانت لغتهم جميله قوي، وانه استفاد جدا من القراءات دي، فكان بيدور عليها دايما.